عليك دايما فباخد جزء من شياكتك. طب انا عايز اوري لك يوتيوبي. اوكي. يا كابتن بتحط كريم فشعرك حلو قوي. ده شهاب شيبو اسكندريه سكندري. طب والله العظيم والله العظيم والله العظيم اختم بدي. لا بحط كريم، لا بحط كريم في شعري، ولا بحط مكياج في وشي زي ما بعض الناس بتهرج بتقعد تقول اهو بص اهو بص اهو لو الكاميرا اهو. والله ما بحط حاجه. ناس تقول لي مكياجك ايه؟ اقسم بالله ما بحط مكياج. طب انت بتعمل ايه قدام الكاميرات يعني هو طبعا المكياج ما هوش عيب، ولكن احنا يمكن بصفتنا رياضيين ما بنملش قوي للحكايه دي. والشعر والله العظيم لا لابس باروكه ولا حاجه، هم مستكترين شويه الشعر دول يا عيني. والله محسود والله. محسود. طيب ايه رايك في اعلان كرسي الكذب؟ كرسي الكذب ممكن تشتريه؟ بكام؟ يعني هو على فكره هو هيبقى في متناول يعني اي مواطن يعني. هو ده الكذب بعينه. طيب انا عارف ان حضرتك شاعر وشاعر له خصوصيه. يا سلام. فمش هسيبك غير لما تقول لي ابيات شعر او قصيده بقى. لا انا طبعا شعر دي كلمه كبيره قوي، يعني ممكن اكون بكتب حاجات بسيطه وممكن بتذوق. فلو حابب اقول لك حاجه من التذوق، يعني مثلا من نزار قباني مثلا غير الحاجات اللي بكتبها، خلينا في حاجه معروفه هتبقى اشيك. انا عندك شايف الجنس الناعم كتير قوي، وكان نزار قباني مهتم دايما بالمراه. بالمراه طبعا. فمن ضمن الحاجات الجميله قوي اللي كتبها، واحد بيحب واحده فهو فقير وهي غنيه، فالناس لموها، ايه الراجل التعبان اللي انت بتحبيه ده؟ فهو بيحاول يسند عاطفته معاها، فبيقول لها لو سألوك عني يوما لا تفكري كثيرا، قولي لهم بكل كبرياء يحبني يحبني كثيرا. لو قالوا لك أنه لا يملك العبيد والقصور ولا عقد ماس به يحيط جيدك الجميلة، قولي لهم بكل كبرياء كفاني أنه يحبني كثيرا. لو قالوا لك لماذا قصصت شعرك الطويل وكان كالأشجار في بلادي ينشر الظلال والعبير، قولي لهم قصصت شعري لأن من أحبه يحبه قصيرا. الله. يا لهوي يما، يا لهوي يا لهوي يما. دي مزه يما. يا دنيا. وحط ايده ايه الاغاني فيها حاجه غريبه. فيها قله ادب. فيها قله ادب. هو بمناسبه حط ايده ديت، يعني انت بتقولي حط ايده وغيرك بيقول في صوابع اتحطت في البلد. والله كل شويه يقعدوا يقولوا لي انت حط ايده فين، حط ايده فين. حط ايده فين صحيح. حط ايده هنا. طب قولي لي، انت قلت انك انت حفيده عبد الحليم حافظ؟ صحيح؟ يعني لا مش يعني طبعا عبد الحليم ما خلفش خالص. بس يعني انا امي الله يرحمها جدي بقى ابن خالته ابو امي. يعني انا عرفت ازاي كده؟ شفت بقى. لا ابن خالته، يعني جدي ابو امي ابن خالته. جد مامتك؟ لا جدي انا. جدك انت؟ جدي انا ابو امي. استني ايه ده؟ ايه جدي ابو امي ده؟ جدي ما هو في جدي ابو امي وفي جدي ابو ابويا. جدك من ناحيه مامتك. ايوه كده ابو امي، يعني جدي اللي هو ابو امي يبقى ابن خالته، ابن خالة عبد الحليم. ايوه. يعني انت من السلاله بالظبط كده. بالظبط. على فكره كل حاجه عندك صوابع شغاله والايدين شغاله كمان. بس يا دنيا مكسره الدنيا. الحمد لله الحقيقه يعني. لا والله. انت بداتي امتى؟ لا ده من زمان قوي. من زمان؟ يجي من ساعتين ثلاثه كده يعني. انا عندي 15 سنه.
فعلا؟ والله. ده من ساعتين 3 بس. اه بس انت عارفه ان انا اول ما سمعتها افتكرتها اغنيه سياسيه. ما هي يعني واكله من حال البلد، واخدة حال يعني البلد بالظبط. فعلا. يعني مين فقير او غني او اي حد، مين الدنيا مش واخده منه شلوت يعني؟ اكيد واحد كده واخد منه شلوت من الدنيا يعني. الدنيا عامله معاه مقلب. وانت حد اداك شلوت قبل كده؟ يا ده انا شبعت شلاليت. تتكلمي جد؟ والله. طب قولي لي بقى بوسي، نتكلم جد شويه. اتفضل يا باشا. يعني دلوقتي انت واحده ست بتغني شعبي، الحكايه مش سهله. اكيد. لا مش التعليقات بقى بتاعت الناس اصلا لما بيلاقوا ست الحكايه بتفرق. ما في الدخله بيفتكروني ان انا ست، لما بيشوفوني على المسرح بيختلف رايهم خالص. ست بالراجل مفيش يعني. ستات خالص، مفيش واحده ست واقفه على المسرح. ما هو اصل انا برقص، يعني برقص رقص الشباب، عارف انت، اللي هو مش رقص واحده ست. الرقص اللي هو الجديد، هم طبعا الشباب دول عارفينه، اللي هو بينزل تحت وحاجات كده. اللي هو نقص طالع